هنا اخوتها ربيعة وعيلة وكده يعني. هي اللي ربتني وعلمتني الادب والله. طب كروان، انا شايفه ان ستايلك اتغير في اللبس. انت بتجيب حد دلوقتي بيختار لك اللبس، ولا انت بقى الموضوع اختلف معاك؟ لا عندي ناس بتخري اللبس والله. والله انت كان كل ظهورك معايا ابيض او اسود، فانت انا شايفه فيه دلوقتي الوان وحاجات اه وشعر ومظبط الدنيا. ربنا يخليك يا رب. بس انا شايفاك ان انت اتغيرت يا كروان غير اللي قبل خالص. دلوقتي انت بقيت عاقل. اي حد بيستفزك ما بتكبر دماغك، صح كده؟ اما اللي البرود، انا شفته. ما هو البرود حلو دلوقتي احسن حاجة، لان انا ما بقتش بتش اي حد رقص زي الاول، كله كان عاوز يطلع ترند، بس انا ما طلعش حد ترند الا بمساكي بس. فانا افرح حتة اللي انا يعني الترندات مع حد. لا، وغير كمان الترندات عشان الغلط، عشان ما يبقاش في اذى. لا اي حد بيجي بيوقعني في غلط بسيبه وبنسل، حتى اللي بيشتم انا ما ينفعش ارد، عشان توليتي واحترام توليتي واحترام بلدي، فما ينفعش ارد على حد. ده انا فعلا شفت فيك ان اي حد بيحاول يغلطك انت بتسيبه لا وتنزل. ولو ما سمتوش ببقى بارد بكل برود، ماليش دعوة بيه ما يشكنيش بس. كروان، انت لو كنت يعني الجوازه تمت وخلفت، كنت هتسمي بنتك او ابنك ايه؟ انا مش عارف اسيب الموضوع ده لحاله لما يجي بقى ان شاء الله. يعني انت ما كنتش مثلا حدد في دماغك اسم معين؟ لا والله عادي، كل عيل بيجي برزقه. لا طب انت يعني لو الموضوع ده يعني ما تمش وخلاص الموضوع قفل، هتفكر تتجوز تاني وتدور على بنت الحلال، ولا هتريح شويه تركز في شغلك وبعد كده تقرر بقى وتفكر في موضوع الجواز؟ لا بص، الحلال ما فيش احسن منه، وانا لو ما حصلش نصيب هتجوز تاني وتالت كمان لو ما حصلش نصيب عادي. في عروض بتجيلك، يعني في بنات بتتقدم لك تقول لك تعالى اتجوزنا يا كروان؟ لا مش معقولة كده.